الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اتقاه وتوكل عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اتخذ القرآن سبيلا إلى ربه ومنهجا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة، وأجلها نعمة الإسلام ونعمة القرآن. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عباد الله، إن هذا القرآن الذي بين أيدينا يسره الله لنا هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك، فلا ينجو من عذاب الله ولا يفوز برحمة الله إلا من تمسك بهذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا، يسره الله وسهله علينا وأمرنا بالعمل به والتمسك به. فيه الهدى والنور، فيه الشفاء، فيه الرحمة، فيه الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. هذا هو القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إنه حجة الله علينا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فلنرجع إلى كتاب ربنا ولنتأمله ولنتدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو كتاب الله، فيه السلامة من الفتن، فيه النجاة من النار، فيه السعادة الأبدية، فيه الخير كله، بشير ونذير، هدى ونور، يشرح الله به الصدور وينير به البصائر. فهو كتاب الله، كلام الله جل وعلا، الذي هو خير الكلام وأصدق الكلام، تنزيل من الله تكلم الله به ونزله بواسطة جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وأمته تتناقله جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا حصلت فتنة
أو وقع نزاع بين الناس فإن هذا القرآن ينهي الخصومات وينهي الإشكالات ويقضي على الفتن ويوضح الطريق للمؤمنين به السلامة والنجاة من فتن الدنيا ومن عذاب الآخرة، فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى. أما الذين يعيشون على القوانين الوضعية والأنظمة البشرية فإنهم في ظلام دامس لا يخرجون من الظلام ولا تنتهي مشاكلهم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذا هو كتاب الله، يحفظه الكبير والصغير، يحفظه الرجال والنساء ميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عذب اللفظ لذيذ التلاوة خفيف على اللسان نور للقلب طريق إلى الله سبحانه وتعالى. فأي نعمة أكبر من هذه النعمة؟ يكفي أنه كلام الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد لا يتطرق إليه شك ولا تدور حوله شبهة، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما زعم الكفار أن هذا القرآن من كلام محمد وقالوا هذا من قول محمد وليس هو كلام الله، تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين. محمد بشر مثلكم، فأتوا بكلام مثل هذا القرآن. إذا كان من كلام محمد فإنكم لا تعجزون أن تأتوا بمثله، لأنه بشر مثلكم. تحدى الله الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا ب10 سور كما في سورة هود. قال سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ادعوا من تريدون من البشر، من الفصحاء، من البلغاء، من الشعراء، من الجن والإنس، ادعوهم يساعدونكم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، لأن كلام الله لا يمكن أن يضاهى أبدا. ثم إنه سبحانه تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من أقصر السور، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا هذا خطاب لهم، ولن تفعلوا في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من أقصر السور
خذ مثلا سورة العصر التي يحفظها كل أحد، يحفظها الصغير والكبير والذكر والأنثى. ربما يقول قائل: أنا ما أحفظ القرآن ولا أحفظ كثيرا من القرآن. نقول: تحفظ سورة العصر، هذه لا يعجز أحد عن أن يحفظها، سطر وبعض سطر، سورة كاملة في سطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بالعصر الذي هو الليل والنهار والزمان، لأن العصر فيه عبر وعظات وآيات، وأيضا العصر فيه العمل من خير أو شر، فالإنسان يعمل في هذا العصر، في هذا الدهر، في هذا العمر، يعمل إما في الخير وإما في الشر. ولذلك أقسم الله بهذا العصر فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا المقسم عليه، إن الإنسان أي إنسان، سواء كان من الملوك أو من الصعاليك أو من العلماء أو من الجهال أو من الأغنياء أو من الفقراء أو من الذكور أو من الإناث أو من العرب أو من العجم، كل إنسان، إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة، في خسارة ونقص مع هذا العصر الذي عاشه، إلا من اتصف بأربع صفات. من اتصف بأربع صفات نجا من هذه الخسارة، ومن فقدها فهو خاسر، ولو كان يملك الأرصدة الفخمة، ولو كان يملك القصور العالية والعمارات، ولو كان يملك القوة والجنود، ولو كان يخترع الطائرات والدبابات والمدمرات، ولو كان ما كان، فإنه خاسر، وعمله الذي عمله في هذه الدنيا خسار، لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، إلا من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان، آمن بالله سبحانه وتعالى، آمن بالله ربا وإلها وملكا، آمن به تمام الإيمان فعبده حق عبادته وترك ما نهاه عنه، إلا الذين آمنوا. هذه واحدة. الثانية عملوا الصالحات، عملوا مع الإيمان، عملوا الأعمال الصالحة وتركوا الأعمال المحرمة، عملوا بالطاعات وتجنبوا المحرمات. هذا هو العمل الصالح. العمل الصالح هو الذي توفر فيه شرطان: الإخلاص لله فيه والاتباع للسنة، ليس فيه شرك وليس فيه بدع ومحدثات. هذا هو العمل الصالح. أما إذا كان فيه شرك فهو عمل باطل، وإذا كان فيه بدع فهو عمل باطل لا يقبله الله سبحانه وتعالى. آمنوا وعملوا الصالحات. الصفة الثالثة: ما يكفي أن الإنسان يصلح في نفسه